بصوا حبايب قلبي، هنا خلاص كده بالشكل اللي انت شايفاه ده انا قطعتها اهو. انا مش عارفه بس الكاميرا جايبه لك ولا لا. اهو بصي زي قطع الشاورما اللي بتجيبيها من بره اهي. بصي رفيعه ازاي. طبعا انا فككها من بعض دلوقتي. بصي اللي فك من بعضه اهو. جميله ورفيعه عشان ايه؟ تسهل السوى على طول معانا. هنزل بيها بقى في البوله كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هحطها كلها في البوله بتاعتي، وهبدأ ان انا اقطع الخضروات اللي انا هحطها على الشاورما، عشان انا عايزه افرزنها بخضرواتها. وما تخافيش مش هتطرى منك ولا حاجه، لان انت هتطلعيها وهي متجمده. تعمليها على طول، فما فيش اي طريان ولا اي حاجه. هجيب بقى الخضروات كده بتاعتي وارجع لك. بصي جبت بقى بلانشة تانية طبعا، لان كل يعني اللحوم ليها حاجة والفراخ ليها حاجة والخضار ليه حاجة اهو. هبدأ ان انا بقى اقطع الخضار بالشكل اللي انت شايفاه ده. اساسي طبعا فلفل الوان، لو عندك فلفل اخضر بس انا ما عنديش تقطعيه برضو سلايزات صغيرة خالص. فلفل احمر اخضر اصفر. البصل هو ده اللي بيتحط مع الشاورما. وطبعا واحنا بنسويها بقى يا ريت بقى لو عندك بقدونس، دي بتبقى جميله جدا، بتديها الطعم والنكهه بتاعت بره بالظبط. اهو كده بالشكل ده. بس انا مش هنزلها دلوقتي على الفراخ بتاعتي، اللي مدي الفراخ تتبيله كده وبعد كده ادخلهم كلهم مع بعض اهو. مهم جدا يا جماعه بلانشة لكل حاجه، عشان صحتنا وصحه اولادنا. ما تستهونيش بالموضوع ده. انا بلاقي ناس ما شاء الله عامله يعني كله مع كله، في حاجه صعبه جدا صراحه. لا اوعي تعملي كده اهو. بنقطع كله جوانح بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. طبعا هيتفكك من بعضه دلوقتي اهو بالشكل ده كده. حاولي على قد ما تقدري يبقى رفيع. التتبيلات دي يا جماعه بتنفع نفع بقى مش عايزه اقولك. اهو بصي انا قطعتها ورجعت قطعتها كده تاني، وهي بقى ما نيجي نسويها تقوم فكه من بعضها. بجد بجد بتنفع وبتسهل عليكي الوقت. وعايزه اقولك بتوفر معاكي الفلوس. ازاي بتوفر معاكي الفلوس؟ ان انت بقى ما يبقى معاكي مبلغ وتجيبي الحاجات دي، ممكن بقى اخر الشهر او ممكن كمان شويه يعني اتزنقتي صرفتيهم في اي حاجه تانية، فبتلاقي عندك مخزون في البيت وفي الفريزر بتاعك، فما بتبقيش شايله هم. تمام يا حبايبي كده اهو. دي الخضروات اللي انا قطعتها، احطها بقى على جنب، واجيب بقى البوله كده بتاعتي الخشب الجميله القمر دي. هنزل عليها بقى اول حاجه بشويه من الخل. هنزل عليها بباقي اللي هو الزبدية، اللي هو يعني تقريبا باقي 3 معالق كده او معلقتين اهو. هنزل عليها ببهارات. دي بهارات مشكلة اللي هي ال7 بهارات. زعتر اهو. هنزل عليها بباقي الباكو اللي انا جبته اللي قلتلك بتاع ماجي، ولو عندك كنور برضو تمام. ولو مش لاقيه اللي هو بتاع الشاورما او الفراخ البانيه وكده التتبيلات، هاتي اقرب حاجه الفراخ اللي هي ايه؟ الشيش طاووق، بتديكي نفس الطعم ونفس النكهه بتاعتها. طب نفترض انت ما ظروفك مش سامحه تجيبي دي او مش لاقيها او ايا كان، ما فيش اي مشكله. بننزل بالبصل باودر، توم باودر، بابريكا، كل البهارات اللي عندك انزلي بيها اي بهار بتحبيه. بس كده ما فيهاش اي مشاكل، لان هي دي ايه يعني؟ دي مش وصفه جايبينها من المريخ اللي هي البهارات دي، لا هي نفس الكلام اللي موجود في الكيس هو احنا عندنا اهو. هبدا بقى كده ان انا ايه؟ اتبلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش محتاجه ان انا اعملها بايدي، هي دخلت في بعضها اهي وحلوه جدا كده. خلاص كده تبلتها، هقوم نازله عليها بقى ايه؟ بالخضار يشرب من التتبيله. ولو عايزه تزودي مثلا اي حاجه، لو انت حاسه ان هو مش كفايه ممكن تزودي البهارات يعني بعد ما نزلتي الخضار اهو كده.
بصي بقى الجمال، بصي بقى حاجه كده يعني روعه بجد بجد. لو اقول لك ريحه التتبيله فظيعه. هبدا بقى اجيب الاكياس بتاعتي وابدا ان انا اوزعها. بصي اهو التتبيله اهي بالشكل ده. جبت بقى اكياس السندوتشات اللي كلنا عارفينها. هبدا مثلا اوزعها على حسب قلتلك افراد الاسره، وعلى حسب انت عايزه تشيليها على كام كيس. يبقى هنوزعها في اكياس ادام مش هنعملها كلها مره واحده. تمام كده اهو. اهو بصي اهو حلو قوي كده. تمام، على قد مثلا سندوتشين، على قد سندوتش كبير، بس كده هكملهم وارجع لك. اهو بصي كده حبيبتي اهو. بصي على 4 اكياس حلو جدا. طلعيهم بقى تحطيهم في السندوتشات، او تعمليهم مثلا جنب الرز، جنب بطاطس محمره، ايا كان بقى. انا حبيت اديك الفكره.